قبل ما ترسم الحدود في اوروبا وفي افريقيا، وقبل ما يبانوا الدول كيف ما كنعرفوهم دابا، كانت المنطقه ديال الساحل الافريقي فيها واحد القوه وحده اللي كتسيطر على كل شيء. في القرن ال15 هذه المنطقه كامله كانت تحت السيطره ديال الامبراطوريه سونغاي، وحده من اعظم الدول اللي عرفتها افريقيا. هذه الامبراطوريه كانت وصلت حتى للسنغال في الغرب، وكانت فيها دول اللي كنعرفوها اليوم بالاسم ديال مالي، النيجر، بوركينا فاسو، وحتى كذلك غينيا. فشنو علاقه هادشي بالموضوع ديالنا؟ فكيبان بان الدول ديال هذه المنطقه باغيين يرجعوا ديك الامبراطوريه. مالي، بوركينا فاسو والنيجر اتفقوا بانهم غادي يوليو دوله وحده، وهي تقريبا نفس المساحه اللي كانت فيها الامبراطوريه ديال سونغاي. في 2023 من بان الاحتمال ديال كاين واحد التدخل اجنبي في النيجر من بعد الانقلاب اللي كان في البلاد، مالي وبوركينا فاسو غادي يخرجوا ويقولوا بان اي هجوم على النيجر كيتعتبر هجوم عليهم هما. عام من بعد هذا الشيء غادي دار المفاجاه الكبيره. القاده العسكريين في مالي والنيجر وفي بوركينا فاسو اتفقوا بانهم غادي يكونوا واحد الكونفدراليه، يعني باغي يدمجوا راسهم بواحد البلاد وحده جديده. دابا كيجي السؤال، كيفاش وصلنا لهذه المرحله وعلاش هاد الدول باغيين يديروا بلاد وحده؟ باش نجاوبوا على هاد الاسئله غادي خصنا نعرفوا شنو وقع في السنين الاخيره. هاد الدول بثلاثه، مالي، بوركينا فاسو والنيجر، عاشوا سنين ديال عدم الاستقرار، وهذا الشيء بسبب الجماعات الجهاديه اللي كاينه في المنطقه، زائد بان الحكومات ديال هاد الدول ما قدروش يسيطروا على الوضع. ما بين 2020 و2023 كل وحده من هاد الدول غادي تطيح فيها الحكومه المدنيه بانقلاب عسكري، ولا هذا الجزء من المنطقه ديال الساحل معروف بحزام الانقلابات. فمنين شدوا الحكم هاد القيادات العسكريه لقاو بانهم كيتشابهوا في كل شيء تقريبا. وفي سبتمبر 2023 فين كان انقلاب ديال النيجر، وفي كانت المجموعه ديال الاكواس كتهدد بانها غادي تدخل بشكل عسكري للنيجر. هاد الدول بثلاثه غادي يديروا واحد الاتفاق عسكري ما بيناتهم، يعني كندويو على الدفاع المشترك. لكن هاد التعاون ما بقاوش حابسينه غير في الدفاع، بل ان في يوليوز 2024 في واحد التجمع كبير في نيامي اللي كاينه في النيجر، هاد الدول بثلاثه غادي يوقعوا على واحد الاتفاقيه كتاسس بشكل رسمي كونفدراليه دول الساحل، واللي كتسمى حتى تحالف دول الساحل. والاختصار ديال الاسم ديالهم هو AES، واللي هي الاختصار ديال اليونس دي زيتا دو ساحل. الهدف من التحالف اللي داروا هو يكون اندماج اكثر بشكل سياسي، بشكل اقتصادي، وحتى عسكري. بل داروا حتى رئاسه كتدور ما بيناتهم. هذه الرئاسه اللي بداها الرئيس ديال مالي اسيمي غويتا، اللي كان هو اول رئيس ديال التحالف، من بعد غادي تسلمها ابراهيم تراوري ديال بوركينا فاسو. وهذا الشيء باش يبينوا بان الحكم مشترك. في يناير 2025 هاد الدول بثلاثه غادي يديروا واحد الخطوه كبيره، بحيث انهم خرجوا بشكل نهائي من المجموعه ديال الاكواس. في نفس الوقت هاد الدول بداو كيوزعوا في الباسبورات ولا جوازات ديال السفر ديال هاد التحالف الجديد على المواطنين كاملين، زائد علنوا على واحد القوه عسكريه موحده اللي فيها تقريبا 5000 جندي باش يحاربوا الجماعات المسلحه اللي كاينه في بعض المناطق اللي مشتركه ما بين هاد الدول بثلاثه، واللي غادي يوليو دوله واحده. ومن هذا الوقت الاحداث بدات كتمشي بواحد الوتيره سريعه، بحيث في فبراير 2025 هاد الكونفدراليه غادي تخرج العلم ديالها، يعني كندويو على الدرابو ديال هاد الدوله الجديده. هاد العلم اللي فيه اللون الاخضر، واللي بالنسبه لهم كيرمز للوحده، زائد فيه الخريطه ديال هاد الدول بثلاثه وما فيهمش الحدود الوسط، كاشاره بانهم باغيين يتجمعوا. بل كيهضروا حتى على واحد البرلمان مشترك باش يكون عندهم واحد الجهاز التشريعي موحد. وفي الاواخر ديال 2025، يعني غير قبل من شهر من اليوم، هاد الدول غادي يخرجوا واحد القناه تلفزيونيه جديده سموها AES تيفي. يعني تخيل معايا هاد الشيء اللي بدا كواحد الاتفاق عسكري في 2023 ولا دابا واحد الكونفدراليه حقيقيه. لكن السؤال المنطقي اللي غادي يجينا دابا هو علاش هاد الدول قرروا يديروا واحد الوحده ما بيناتهم؟ يعني شنو الحاجه المشتركه ما بيناتهم؟ مالي، النيجر وبوركينا فاسو عندهم بزاف ديال الحوايج مشتركين. اول حاجه اللي غادي ندويو على الجغرافيا، فهاد الدول عندهم حدود مشتركه وداخلين في المنطقه اللي كنعرفوها بالاسم ديال الساحل، منطقه اللي شبه جافه وكدوز من الوسط ديال افريقيا. الاراضي ديال الدول كيتلاقاو في واحد المنطقه اللي سميتها ليبتاكو غورما، هذه المنطقه اللي عندها واحد التاريخ عريق. فهاد الدول بثلاثه الا تجمعوا المساحه ديالهم غادي تكون تقريبا 2.78 مليون كيلومتر كاري. هادشي اللي غادي يخليهم اكبر دوله في افريقيا من حيث المساحه، يعني حتى كبر من الدوله ديال الجزائر او حتى الكونغو الديمقراطيه. اما من الناحيه ديال الثقافه والتاريخ، الدول بثلاثه كانوا تابعين في الايام ديال الاستعمار الفرنسي للحاجه اللي كانت كتسمى افريقيا الغربيه الفرنسيه. اليوم اللغه الفرنسيه هي اللغه الرسميه في البلاد، واللي حاليا كيديروا خطوات باش يحيدوها. هادشي اللي كان غير واحد الارث من الاستعمار، زائد انها ثلاثه الدول كاملين خداو الاستقلال ديالهم عن فرنسا في الستينات من القرن اللي فات. فصحيح انه كاين واحد التنوع عرقي في الدول، بحال مثلا البامبارا والطوارق اللي كاينين في مالي، الهوسا اللي كاينين في النيجر، والموسيل اللي كاينين في بوركينا فاسو. لكن بزاف من هاد القبائل متوزعه في الحدود ما بين هاد الدول بثلاثه، زائد ان الاسلام هو الدين اللي غالب في الدول بثلاثه. بمعنى اخر ان الحدود اللي ترسمات في بعد الاستعمار فرقت مناطق اللي كانت
كانت اصلا متشابكه ثقافيا ولغويا. اما الا غادي ندوي على الاقتصاد، فهاد الدول بثلاثه عندهم نفس الحاله تقريبا. هاد الدول كيتعتبروا من الاضعف نموا في العالم، وبمؤشرات ديال التنميه البشريه اللي ضعيفه بزاف. الاقتصاد ديالهم صغير نسبيا، وكيعتمدوا بالاساس على الفلاحه وعلى التصدير ديال المواد الخام. في 2025 الناتج الداخلي الخام ديال كل دوله من هاد الثلاثه اللي قلنا كان كيتقدر ما بين 20 حتى ل 25 مليار دولار. يعني كندوي على ثلاثه ديال الدول كاملين الا جمعنا الناتج الداخلي الخام ديالهم اولا الجي دي بي غادي تقدر تقريبا بواحد 74 مليار دولار، واللي هو واحد الرقم ماشي كبير بزاف الا قارناه مع الاقتصادات الكبار في افريقيا. هاد الدول بثلاثه كيتعاملوا بالفرنك الافريقي سي اف ا، واللي مرتبط بالخزينه ديال فرنسا، وهذا النظام الاقتصادي اللي خلاهم ديما كيحسوا براسهم باقيين مرتبطين بالاستعمار. لكن في المقابل هاد الدول عندهم ثروات طبيعيه مهمه، مثلا مالي وبوركينا فاسو من اكبر المنتجين ديال الذهب في افريقيا. النيجر فيها واحد من اكبر الاحتياطيات ديال اليورانيوم في العالم، زائد بان اغلبيه ديال الساكنه ديال هاد الدول هما عباره على شباب، والعدد ديالهم كيتزاد بواحد الشكل كبير، حيت انا كندوي على اكثر من 76 مليون نسمه الحدود 2025. الفكره ديال هاد ثلاثه الدول هي انهم الى جمعوا الموارد ديالهم وفتحوا السوق ما بيناتهم يقدروا يديروا تصنيع محلي ويزيدوا القيمه للثروات ديالهم. وهذه واحد الحاجه اللي فشلوا فيها هاد الدول وهما متفرقين. لكن السؤال اللي كيطرح راسو دابا هو علاش دابا بالضبط؟ يعني علاش اليوم وماشي قبل؟ كاين بزاف ديال الاسباب، لكن من اكبر الاسباب هو الامن. لأكثر من 10 سنين وهاد المنطقه ديال الساحل غارقه في العنف. انا كندوي على جماعات جهاديه اللي مرتبطه بالقاعده بداعش، زائد كاينين تمردات محليه، وهادو كاملين ما كيعترفوش بشي حاجه سميتها الحدود. الحكومات اللي كانت قبل في الدول كانت معوله بزاف على الدعم العسكري ديال الدول الغربيه، خصوصا فرنسا واوروبا، بحال العمليه ديال البركان اللي كانت في الدول ديال الساحل، واللي الهدف المعلن ديالهم كان هو يحاربوا هاد الجماعات. لكن في الواقع هاد الشيء غير زاد من العنف في المنطقه وخلاه ينتشر. ومع الوقت بزاف ديال المواطنين وحتى الجنود بداو كيشوفوا ان الوجود الاجنبي في البلدان ديالهم يا اما بلا فائده يا اما استغلالي. هذا الغضب هو اللي مهد الطريق للانقلابات العسكريه اللي وقعت. فمنين شدوا الحكم هذه الانظمه العسكريه لقاو راسهم معزولين دوليا. الايكواس والاتحاد الافريقي فرضوا عقوبات على مالي من بعد الانقلاب اللي كان في 2020 و2021، ومن بعد غادي يديروا نفس الشيء مع بوركينا فاسو وحتى مع النيجر. لكن عوض ما انهم يخضعوا لهذا الضغط، هاد الدول بثلاثه قرروا باش انهم غادي يتحدوا، ولات كتوحدهم واحد الفكره اللي كتسمى بالاستقلال الثاني، يعني انهم يقطعوا مع اي حاجه كيشوفوها قيود استعماريه جديده. في النظر ديال هاد الدول الايكواس ما كانتش محايده، بل انها كتخدم المصالح ديال الغرب وخصوصا فرنسا. والمثال الواضح هو انه فاش الايكواس اعلنت بانها غادي تدخل بشكل عسكري في النيجر في 2023، هاد الدول شافوا بان التدخل هو مدعوم من الغرب. المحاولات ديال الوحده ما بين هاد الدول ما عمرها وصلت لهذا المستوى اللي كاين دابا. فصحيح بان هاد الدول كاملين كانوا تحت الاطار ديال الايكواس من 1975 ومن بعد التحالف ديال جي 5 اللي كان مدعوم من طرف فرنسا، ولكن بالنسبه لهم التحالفات فشلت لا من ناحيه الامن او حتى التنميه. مالي مثلا كانت خرجت في 2022 من التحالف ديال جي 5، ومن بعد غادي يتبعوا هاد الدول الاخرين كاملين والتحالف غادي يتفكك. دابا غادي ندوي على الاقتصاد. الدول بثلاثه باغيين يديروا واحد التشابك في الاقتصادات ديالهم بواحد الشكل كبير، حيت انهم اتفقوا على الانشاء ديال سوق مشتركه وكيخدموا على واحد الاتحاد نقدي اللي غادي تكون فيه عمله جديده اللي غادي تعوض الفرنك الافريقي. بل ان في ديسمبر 2025 يعني قبل من شهر من اليوم هاد الدول غادي ينشئوا بنك الاستثمار والتنميه الكونفدرالي اللي كيلعب الدور ديال بحال واحد البنك مركزي وصندوق تنموي في نفس الوقت. راس المال ديال هذا البنك كيتقدر حاليا ب 500 مليار فرنك افريقي، يعني كندوي تقريبا على اكثر من 895 مليون دولار، وكل دوله كتساهم ب 5% من المداخيل ديال الضرائب السنويه ديالها. الهدف من هذا البنك هو التمويل ديال المشاريع الكبيره في مجالات بحال الفلاحه، الطرق، الطاقه وغيرهم. الاهم من هذا الشيء كامل هو باغي الاستقلال المالي، حيت ان البنك باغي يستعمل الثروه الطبيعيه ديال المنطقه، هنا كندوي بالخصوص على الذهب واليورانيوم، باش يمولوا التنميه في البلاد عوض ما يعتمدوا على المعونات اللي كتجي من على برا او لا المؤسسات اللي مرتبطه بفرنسا. بل هاد الدول زادوا حتى واحد الرسم جمركي على السلع اللي كتجي من خارج هاد الدول بثلاثه بالنسبه ديال 0.5%. بل ان غادي يتم المصادقه ديال حتى على واحد النشيد وطني اللي كيجمع ما بين هاد الدوله الجديده اللي غادي تكون. في 2025 غادي ينظموا الالعاب ديال تحالف دول الساحل، يعني مسابقات رياضيه اللي كيشاركوا فيها الدول بثلاثه. رغم ان كل دوله من هاد الدول مازال عندها السياده ديالها، لكن حاليا كاينه خدمه على التقريب ديال انظمه الحكم. دابا كيخدموا على واحد البرلمان كونفدرالي اللي غادي يجمع ما بين النواب من دول بثلاثه، وغادي يخدموا على قوانين اللي كتخدم هاد التكتل كامل. يعني تخيل معايا ثلاثه ديال الدول مستقله كيديروا باسبور واحد، جيش واحد، بنك واحد، عالم واحد ومؤسسات مشتركه. هاد الدوله الجديده واللي غادي نسميوها غير للتوضيح اتحاد الساحل. اول حاجه كيف ما قلنا قبل المساحه ديالهم بثلاثه كتقدر 2.78 مليون كيلومتر كاري، وهاد الدوله اللي غادي تولي اكبر
دولة في افريقيا من ناحية المساحة. عدد السكان ديال هذه الدولة غادي يكون ما بين 76 و 78 مليون نسمة، تقريبا كندوي هنا على الضعف ديال عدد سكان المغرب، وغادي تكون من اكبر الدول الافريقية من ناحية عدد السكان، زائد بان الاغلبية ديال السكان هما شباب. اما من ناحية الثروات فهاد الدولة الجديدة غادي تكون فوق واحد الكنز حقيقي. نبداو باليورانيوم. النيجر كتعتبر من اكبر المصدرين ديال اليورانيوم في العالم، وكانت كتوفر حتى الربع ديال الاحتياجات ديال الاتحاد الاوروبي كامل. التحكم في هذه الموارد الاستراتيجيه غادي يعطي واحد القيمه كبيره لهذه الدوله في الاسواق ديال الطاقه العالميه، حيث اليورانيوم هو الوقود ديال الطاقه النوويه. من غير اليورانيوم كاين الذهب. مالي وبوركينا فاسو مجموعين كتعتبروا من اكبر المنتجين ديال الذهب في افريقيا كامل، وكاينين شركات عالميه اللي كيخدموا في الدول. هادشي بلا ما ندوي على المعادن الاخرى بحال الفوسفات، المنغنيز وغيرهم. فاقتصاديا صحيح بان الناتج الداخلي الخام ديال هاد الدول بثلاثه مجموعين كيتقدر تقريبا ب 74 مليار دولار، لكن هذا الاتحاد غادي يخلي واحد النمو يكون بواحد الشكل اسرع. حيت مثلا غير في 2024 الاقتصاد ديال النيجر عرف واحد النمو بالنسبه ديال 10%، واللي كان هو اسرع اقتصاد نموا في افريقيا. زائد بان كاينين دول اخرين اللي كيحاولوا يتقربوا من هذا التكتل الجديد. فإلا شتي في الخريطه غتلقى بان هاد الدول ما عندهمش واحد المنفذ على البحر. هذاك الشيء علاش غادي تلقى دول اخرين كيحاولوا يتقربوا من هذا التكتل، بحال مثلا غينيا اللي عطاتهم منفذ على البحر، وكاين حتى المغرب عن طريق المبادره ديال الاطلسي. فإلا بغيتو نديرو فيديو كنوضحوا فيه علاش هاد الدول غادي يختاروا المغرب عوض غينيا اللي بالنسبه للمسافه هي اقرب، خليوا لي في الكومونتير. بالنسبه للعلاقات الخارجيه ديال هذا التكتل، فهاد الدول ديال التحالف ديال الساحل قطعوا العلاقات ديالهم مع الشركاء الغربيين، خصوصا مع فرنسا وبعض الدول ديال ليكواس. هادشي من بعد الضغط اللي كانوا داروه الدول الغربيه على هاد الدول باش يرجعوا الحكم المدني من بعد الانقلابات. فهاد الدول حاليا كيحاولوا يعزوا الامن ديالهم عن طريق تحالفات مع روسيا مثلا، واللي دخل فيه الدعم العسكري عن طريق المجموعه ديال فاغنر. زائد كيقلبوا حتى على شراكات مع تركيا، مع ايران، مع الصين وغيرهم. فإلا بغيتو نديرو فيديو على المجموعه ديال فاغنر في افريقيا خليوه لي في الكومونتير. ما تنساش الا عجبك الفيديو انك تخلي لايك وتبارطاجي مع صحابك. كان معكم انس، نشوفكم في توش.